تسمع كلمة سند بصراحة شكون يجي في بالك؟ سند باش يساندني انا ولا باش انا باش نساند؟ لا. هو سند ليك معناتها. ولدي اول سند ليا. ماله من الوهله جبته وقريته وكبرته ورديته راجل واصبح معناها من رجالات الدوله وكذا. انا مسميه عكازي مش سند. هذه هي الكلمة. انا مسميه عكازي، حتى ساعات نمرض ولا كذا وقلبي هكا يرق شويه ونولي نبكي وكذا وتلقاه يصبر فيا نقول له يا ولدي راك انت العكاز نتاعي اني نتعكز بيك توا. انا الثاني بنتي. يقول لك البنيه ديما حنينه على بوها. طبعا البنيه هي بنت بوها فهمني، والولد راهو مهما يكون ديما ولد امه، راهو ديما يحب امه هو اكثر من البو. عندي مرتي ولديتي لو حد هذاك الباز. المرأة هي قبل كل شيء. أنا بالنسبة لي أنا مانيش العباد الآخرين. بالنسبة للمرأة مصلي عني بها عليه وربي يفضلهم لي ولديتي صغيرات الحمد لله يا ربي. لي بارون توفاو الله يرحمهم، المسيو والأولاد. المسيو. المسيو. قلت لي المسيو قبل الأولاد. المسيو بيان سور، الأولاد خاطر كبروا مشاو على رواحهم ربي يهنيهم. عندك العائلة نتاعك مقربة العائلة، عندك مرتك اسمع ايش قلت لك مرتك كي تبدا بنت تصل وبنت فاميليا هذيك تلقاها عند ظهرك غدوه، وبنتك هي الاولانيه بعد يجي ولادك. البنيه رد بالك، البنيه ديما هي حنين على ابوها. الولد يعاون بوه ويهز بوه ويعاون ويهز ويتلاهى بيه وكل شيء، اما البنيه وحدها والله. هو يقول لك البنيه بنت بوها وطفل ولد امه. كيفاش؟ اي مثلا هاك قلت انت فمك. افراد العائله، الصديق الوفي، نكون لها سند هكا، من غير ضمها ما نجمش نكون سند. هذيك النعمه ما عادش موجوده، هذيك اللي تقصد عليها النعمه ما عادش موجوده. اللي هي شنو؟ كل اللي عاون خويا يقف معاك. يقف معاك، هذيك النعمه ما عادش. وقت اللي تيح بك الدنيا لطف على خي شكون تلقاها بجنبك؟ ربي سبحانه. بعد امي وبعد بابا ما عندي سند، خاطر الام تخاف على ولدها فهمت وتحمي ولدها، بعد الام فماش. هو الرسول قال لك امك ثم اباك. خيرش من العائله، سند العائله هي اقوى سند في الوقت الحالي. والله هي اقوى سند ما عادش السند، ما انا نشوف سند العائله وكا. انت عائلتي عائله هي السند الاول. بيها سند هي عائلتي. يقول لك الخو. اي الاخوه مش الكل، فما الباهي وفما الخايب. بكري قالوا كان جاي خوه ينفع خوه لحد اللي يبكي على اخوه. صحيح. مازال الخو كما قبل ينفع معناتها يقف مع اخوه، مازال الصاحب اللي تلقاه معناتها يقف مع صاحب ولا تبدلت؟ ما عادش كانت قبل اخوه محلاه يبكي على اخوه ويعاون اخوه ويقف مع اخوه، تو ما عادش. كلمة سند كلمة صعيبة برشا وقوية برشا. هو تلقى معناتها سند حتى من صاحب لصاحبه، من خوه لخوه، اللي هو معناتها وقت هذا ولات صعبت برشا تو. حتى الناس بك يقول لك كان جاي خوه ينفع خوه لحد يبكي على ابوه. الكلمة هذه اليوم كلمتنا صحيحة ولا فيها شك ولا احكي لي شوية اليوم، ولا مازالت الدنيا كما هي الدنيا بخير ولا تبدلت وصعبت؟ لا الدنيا ما عادتش باهية بكل صدق، ما عادتش باهية. لا عاد عندك صاحب صحيح تعول عليه، لا عندك خو تقول هذا خويا رضعت انا وياه ورقدت انا وياه وكليت انا وياه وكبرنا مع بعضنا وكذا. اول ما يبدا اذا كان فما اي مشكله هو لا محاله الخو ديما يبقى خو. اما في الواقع نتاع زماننا هذا لا، ما عادش الخو ينفع خوه. قبل صحيح اما توا لا، فهمني ولا؟ وتقول لي مانيش عارف انا الصاحب توا صاحبك ذراعك وجيبك، هذا ما اصحابك الزوج راك وجيبك فيه فلوس هكا. اما لا تقول عندي صاحب ولا نلقاه في وقت الشده، لا فماش فلوس تكسر الاصحاب، ما فماش فلوس تكمل الاصحاب. العائله الصديق والا صديق نعرفه معرفه جيده ونعرفه بالحق، صديق في وقت الشده، في اي وقت نلقاه هذاك سند، نكون لي سند بقدره ربي.
شكون السند نتاعك توا؟ شكون كل ما تضيق بك الدنيا تمشي له، كي تضربك الحيوط تلطف عليك تلقى روحك طول ساقيك هزتك ليه؟ شكون؟ كان ربي، كان ربي، ما فهم حد من غير ربي، نطلب ربي نلقاه بصراحه، بكل صراحه انا نطلب ربي نلقاه، ما طلب من غير ربي ما فهمش، هذا انا حي من بالك بكل صدق زاد، ما فهمش من غير ربي ما تلقى حد، وبعد ربي والديك والديك هم بالحق. بو كنت نحاور فيه قال لي ولدي هو السند نتاعي، هو عكازي. هو يقول لك رضا الله الا برضاء الوالدين، هو صحيح، لكن ديما ربي هو قبل، ربي وبعث لي ولده، ما ولده باش بقدرته بقدره ربي سبحانه وتعالى، اذا ربي ما ينجمش يقدر له باش يعاون باباه ما ينجمش يعاونه، ديما الواحد يحط ربي في باله، ديما يقول يا ربي لا عمل عليك، هو ربي هو هو السند، من غير ربي ما فهمش، من غير ربي ما فهمش حتى سند. انا عندي بالنسبه لي انا ربي ووالديك، وبعد تاني ترجع فاميليا نتاعك. لا المسيو متشاركين معناتها في كل شيء، هو شريك حياتي سواء بالباهي ولا بالخايب، بالمر بالحلو. 50 سنة احنا 52 سنة ما شاء الله. الحمد لله. 52 سنة عشرة، 52 سنة مودة. ايه الحمد لله الحمد لله. تضيق معناتها تحكي لي هو ومعناتها ويسمعك هو يطيب بخاطرك كيف؟ ايه بالنسبه لي انا الربي الوالده توفات، البو كيف الحمد لله يا ربي، الله رضات الوالدين قبل كل شيء. والمدام لا مصلي على النبي الحمد لله. المدام بالنسبه للمدام الحمد لله يا ربي. انا مولود في عائله في ولايه الكاف، اللي يجي ياكل واللي يجي يقعد واللي يجي يرقد واللي يجي يهز واللي يجي ما عندناش. وعندي بنيه كعبه حلوه اعطيها ما تاكلهاش وحدها، لما تقسمها انا وياها. مرتي كيف الحمد لله. من هذه الحمد لله. اللي قبلك قلت له شكون السند نتاعك؟ قال لي ولدي هو عكازي. كلمه قويه برشا. انا عندي بنيه مش عكازي، مش عكازي الهواء اللي يتنفسه. الله كي اكسجين نتاعي ولا. يقول لك ديما البنيه بنت بوها، من غير ما تعمل بنيه بنت بوها وطفل ولد امه. البنيه يقولوا بنت بوها، انا بنتي كي انا كي امها كلها كيف. قلت عطاها كعبه حلوه ما تقسمها معانا. يقول لك يجعل لك صديق وقت الضيق. هذيك موضوع ثاني عاد. ويقول لك ان شاء الله فين يجعل لك رفيق في كل ضيق، معناها وقت اللي ساعات فهمني ولا تقع لك هكا اي مشكله وعاده هذه الدعوه نتاع الوالدين، تقع لك مشكله ولا قدر الله تلقاك في بلاصه معناها مقطوعه من النقل، مقطوعه من كل شيء، وتلقى انسان والدنيا ليل وكذا ويروح بيك ويفرح بيك وكذا، تصادف، ما نقولوش نقطعوا الرحمه من الدنيا لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير في امي في وفي امتي الى يوم الدين، فهمت ولا ليه؟ ولهذا ما نقطعوش فرد المره، اما الدنيا صعبه يسرها.